بعد النجاح الكبير جدا والمبيعات الضخمة اللي عملتها سلسلة السبارك 10 من تكنو في الفئة الاقتصادية، واللي هو بصراحة نجاح مستحق، فتليفونات السلسلة دي بتقدم لك قيمة مقابل سعر بشكل ممتاز جدا، وده بغض النظر يعني عن السلبيات اللي موجودة فيها واللي لازم تكون انت كمستخدم متوقعها ومتقبلها في نفس الوقت. فانت بتشتري تليفون اقتصادي جدا، مش تليفون فلاج شيب او حتى تليفون فئة متوسطة. فالمهم تكنو كانت ذكية جدا واستغلت النجاح الكبير ده، واعلنت بعد اسابيع قليلة جدا عن تليفونات السلسلة الجديدة السبارك 20، واللي احنا في فيديو النهارده هنتعرف على النسخة الستاندرد او القياسية من الموبايل التكنو سبارك 20، وهنتعرف على اهم مواصفاتها وكل مميزاتها وعيوبها واهم الفروقات اللي بينها وبين النسخة اللي قبلها السبارك 10. بس يا ريت في الاول تدعموني بلايك وشير، وكمان تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا في قناتنا الثانيه قناه سراديب. انا محمود طمان واهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده. الموبايل بيجي تقريبا بنفس التصميم او الديزاين بتاع النسخه اللي فاتت السبارك 10، مفيش اي اختلافات ما بين النسختين او اختلافات طفيفه جدا لا تذكر. فالموبايل بيجي بالتصميم الايفون المميز جدا واللي بقى الموضه بتاع كل التليفونات دلوقتي، والاطار او الفريم بتاع الموبايل واخد الشكل الصندوق المسطح واللي مزود جدا من شياكه التليفون. الموبايل طبعا جاي بخامات تصنيع من البلاستيك بالكامل البوليكربونات، وجوده تقفيل وتصنيع الموبايل مقبوله، مش افضل حاجه ولكن ماشي الحال يعني. ابعاد الموبايل وسمكه ووزنه مناسبين، ومش هيقابلك اي مشكله في استخدامك للتليفون وهتتعود عليه بسرعه. فتصميم الموبايل كده اجمالا شكله جميل وعصري، وهيديك احساس بالفخامه، وده بالرغم من سعره الاقتصادي الرخيص. واقدر اقول كمان انه من المميزات بتاعه الموبايل. السبارك 20 من تكنو جاي بشاشه كامله بالتصميم الجديد اللي بثقب دوت ديسبلاي، والثقب ده حجمه صغير جدا وبيجي في نص الشاشه من فوق، والشاشه حجمها مناسب 6.6 بوصه من نوع IPS LCD بجوده HD+، بحيث ان كثافه البكسلات في الشاشه 1612 في 720 بكسل، وده هيدينا 267 بكسل لكل بوصه في الشاشه. ودي في المجمل كثافه بكسلات متواضعه ولكنها مقبوله بالنسبه لشاشه موبايل اقتصادي. الشاشه جايبه بعض عرض كبيره 20:9، وبتستحوذ على 84.6% من حجم الواجهه بتاع التليفون كله. ولما نيجي بقى نتكلم عن الاداء بتاع الشاشه، فهي في المجمل كده هتقدم لك اداء متواضع، وده من حيث درجه التشبع والحده والسطوع بتوع الالوان اللي بيظهروا على الشاشه. هتحس كده ان الالوان بتاع الشاشه دي الوان طبيعيه او الوان بهتانه شويه، ولكن بامانه يعني هو ده الطبيعي في الفئه الاقتصاديه. والكلام والتفاصيل والايقونات اللي بيظهروا عليها بيكونوا واضحين ومتشافين بشكل كويس. ومن المميزات اللي موجوده في الشاشه دي انها بتيجي بمعدل تحديث ريفريش ريت 90 هرتز، واللي بالتالي هيخلي اي حاجه تشتغل معاك على الشاشه بتاع الموبايل سواء فيديوهات او جيمز، وتحديدا الجيمز تشتغل معاك كده بشكل انسيابي وسلس وسريع. وبامانه برضو الميزه دي بقت موجوده في كل الشاشات دلوقتي حتى في الفئه الاقتصاديه اللي زي التليفون ده. درجه سطوعها مقبوله، ولكنك ممكن تعاني شويه وانت بتستخدمها تحت اشعه الشمس المباشره. حواف واطراف الشاشه حجمهم مش صغير قوي بس برضه مش كبار، فنقدر نقول بصفه عامه على الشاشه بتاع السبارك 20 من تكنو انها شاشه مقبوله وجيده في فئتها السعريه. وما اقدرش اقول انها بتتميز في حاجه عن معظم شاشات التليفونات بتاع الفئه الاقتصاديه دي، ولكنها في نفس الوقت مش اقل منهم. الاداء بتاع السبارك 20 من تكنو هو بصراحه من اهم واقوى المميزات اللي موجوده في التليفون. فالموبايل بيجي بمعالج من انتاج ميديا تك من سلسله الهيليو جي المخصصه للجيمز، وهو الهيليو جي 85، واللي موجود في تليفونات كتير كويسه جدا زي الاوبو A58 وكمان الريدمي 13C من شاومي والجالاكسي A05 من سامسونج. وكل التليفونات دي مراجعاتها موجوده هنا على القناه، ممكن تبصوا عليها من الاي اللي فوق دي. فالمعالج ده معالج اوكتا كور ثماني النواه، وبيجي بتردد لغايه 2 جيجا هرتز بدقه تصنيع 12 نانومتر، مع معالج رسومي هو الميلي جي 52 MC2. التليفون بيجي بنسخه واحده بسعه تخزين 256 جيجا بايت مع ذاكره عشوائيه 8 جيجا رام، وبصراحه دي ارقام وساعات هتكون مناسبه جدا واكتر من كافيه لاستخدامك. ولما نيجي بقى نتكلم عن الاداء بتاع الموبايل، فالمعالج ده يعتبر معالج قديم شويه، ولكنه للامانه اختيار جيد جدا بالنسبه لتليفون اقتصادي. فانت هتقدر تستخدم كل التطبيقات اليوميه المعتاده من غير ما يقابلك اي تهنيج او لاج في الموبايل. كل التطبيقات دي هتشتغل معاك بشكل كويس من غير ما يقابلك فيها اي مشكله. وبرضه اداء التليفون في المالتي تاسكينج او المهام المتعدده هيكون اداء كويس ومرضي، وهتقدر انك تفتح اكتر من تطبيق في الخلفيه وتتنقل بينهم بشكل سلس وسريع من غير ما يقابلك تهنيج او لاج في التليفون. وبرضه التليفون هيقدر يحتفظ بالتطبيقات دي لمده طويله في الخلفيه من غير ما يقفلهم، وده عشان السعه الكبيره بتاع الرامات. ولكن للامانه يعني التليفون هيقدم لك اداء افضل في الجيمز، لان هو في الاساس موجه لكده. يعني انت هتقدر تلعب كل الجيمز الخفيفه والمتوسطه من غير ما يقابلك اي تهنيج او لاج في التليفون، هتشتغل معاك بشكل كويس جدا. وبرضه في الجيمز التقيله اللي بجرافيك عالي فانت هتاخد منها اداء مرضي، هتقدر تلعب الجيمز دي بشكل كويس من غير ما يقابلك فيها تقطيع يزهقك،
ادائها هيكون سلس على الموبايل بنسبه كبيره. ولكن طبعا يستحسن انك تلعب الجيمز دي على اعدادات جرافيك ميديوم، اعدادات جرافيك متوسطه، وده علشان تاخد احسن اداء من التليفون، لان برضو يعني في الاول او في الاخر ده تليفون اقتصادي. فلو انت عاوز تليفون ما يكونش ثمنه غالي ويقدم لك اداء مرضي في الاستخدامات اليوميه، وكمان لو انت اهتماماتك اكتر ناحيه الجيمز، فبصراحه التليفون ده هيكون اختيار ممتاز جدا بالنسبه لك. ونفس الكلام برضو ينطبق على الكاميرات بتاع الموبايل، فهي تعتبر من المميزات المحترمه اللي موجوده في التليفون. فالموبايل جاي بكاميرا خلفيه مزدوجه، الكاميرا الاساسيه بتيجي بدقه 50 ميجا بكسل بفتحه عدسه f1.6 وهي كاميرا وايد. والكاميرا الثانيه بتاع الموبايل فهي كاميرا مساعده وهي الخاصه بعمل العزل او وضع البورتريه، وبتيجي بدقه 0.08 ميجا بكسل، والكاميرتين دول ملحقين بفلاش LED مزدوج من قطعتين. يعني عمليا كده نقدر نقول ان الموبايل جاي بكاميرا خلفيه وحيده. فانت هتقدر باستخدام الكاميرا دي انك تاخد صور ممتازه جدا، وده في كل المناسبات وكل ظروف الاضاءه. يعني في الاضاءه القويه الكاميرا دي هتقدم لك صور محترمه من حيث درجه الحده والتشبع بتوع الالوان اللي بيظهروا في الصور. الصور دي بتكون صور رايقه والوانها حاده ومشبعه بنسبه كبيره، وكميه التفاصيل اللي بتظهر فيها كتيره ودقيقه، والالوان بتاعتها مظبوطه، مفيش لون داخل على التاني. اي نعم ممكن الشاشه بتاعت الموبايل اللي بجوده قليله دي ما تبينلكش الصور دي يعني باحسن جوده، ولكن لو استعرضتها على شاشه تانية افضل شويه او بجوده اعلى هتشوف الصور دي بجودتها الحقيقيه. وبرضه الكاميرا دي في الاضاءه الضعيفه او في الاضاءه الليليه هتقدم لك صور جيده جدا. كميه النويز والتشويش اللي بيظهروا فيها مش كتير، والصور ما بتفقدش كتير من جودتها، وده عشان الدقه العاليه بتاع الكاميرا وكمان فتحه العدسه الواسعه بتاعتها. وهتقدر باستخدام الكاميرا التانية دي انك تحدد اطراف الصور وتعزل الخلفيه بشكل مقبول. اي نعم بيظهر فيها شويه غلطات وما بتكونش احسن حاجه يعني، ولكن ده الطبيعي والمعتاد جدا في الفئه السعريه دي. ولكن بقى المميز اكتر في الكاميرا بتاع الموبايل ده انك هتقدر باستخدامها انك تصور فيديوهات بجوده 2K بدقه 1440 بكسل ب 30 فريم في الثانيه. وبرضه هتقدر باستخدامها انك تصور فيديوهات بجوده فول اتش دي بلس بدقه 1080 بكسل ب 30 فريم في الثانيه. ولكن بقى للامانه الكاميرا الاماميه بتاع الموبايل هي من اقوى واهم المميزات اللي موجوده في التليفون ده يعني بنسبه كبيره. فالتليفون جاي بكاميرا اماميه وحيده بدقه 32 ميجا بكسل بفتحه عدسه f2.2، وبصراحه الكاميرا دي هتقدم لك صور سيلفي ممتازه، هتقدر تستخدمها في انك تاخد بيها صور تذكاريه كده في المناسبات، هتكون فخور بيها جدا. جودتها هايله وهتعجبك بشكل كبير، فهي تعتبر من افضل الكاميرات السيلفي اللي موجوده في الفئه السعريه دي ان ما كانتش افضلهم على الاطلاق. فلو انت عاوز موبايل في الفئه الاقتصاديه والكاميرا السيلفي بالنسبه لك يعني بتمثل لك اهميه كبيره، فالتليفون ده هيكون اختيار مثالي جدا بالنسبه لك. التليفون بيجي ببطاريه كبيره بسعه 5000 ملي امبير، واللي هتكمل معاك اليوم كله من غير ما تحتاج تشحنها خلال اليوم، وده في حاله لو انت بتستخدم التليفون بشكل متوسط. وهي بتيجي بقدره شحن 18 واط، وطبعا ده ما يعتبرش بمقاييس دلوقتي شحن سريع، ولكنه مقبول بالنسبه لتليفون اقتصادي. فالتليفون هيتشحن معاك من 0 ل 100% في حوالي ساعه ونص تقريبا، وده هيكون من خلال منفذ USB تايب سي. التليفون بيجي بنظام تشغيل اندرويد 13 مع احدث واجهه مستخدم من تكنو وهي الهاي او اس فيرجن 12. وبصراحه الواجهه دي واجهه كويسه، شكل الايقونات بتاعتها ظريف وهيعجبك، ادائها كويس الى حد ما على التليفون، وكمان بتدعم وضع الدارك مود بالكامل، وهتقدر من خلالها انك تعمل نسختين من تطبيقات السوشيال ميديا وتقسم الشاشه لجزئين علشان تستخدم تطبيقين في نفس الوقت. ومن اهم المميزات اللي موجوده في التليفون ده او في السوفت وير بتاع الموبايل هو انه موجود فيه ميزه الدايناميك ايلاند، الجزيره العائمه، تقليد اللي موجوده في اجهزه الايفون من قبل. فعندك الحته بتاع الثقب او الدوت ديسبلاي اللي موجود في الشاشه دي بتتمدد كده ويظهر لك فيها معلومات عن الموبايل لما يجي لك نوتيفيكيشن او اشعار، وكمان لما بتشحن الموبايل بيظهر فيها نسبه الشحن بتاع البطاريه، وشويه حاجات تانية كتير بصراحه كده شكلها حلو، واللي ممكن تغيرها وتخصصها براحتك من الاعدادات بتاعه الموبايل. فدي بصراحه ميزه كويسه جدا وهتزود من القيمه والتقييم بتاع التليفون، وتقدر تشغلها او تقفلها خالص من الاعدادات برضو بتاع الموبايل. التليفون بيدعم تركيب شريحتين من نوع نانو سيم، والشريحتين دول بيدعموا الاتصال بشبكات الجيل الرابع الفور جي، وبرضه هتقدر انك تركب كارت ذاكره خارجي مايكرو اس دي كارد، وده حتى 1 تيرا في منفذ خاص بيه. الموبايل بيجيب مستشعر بصمه في المكان العملي جدا في زر الباور، والمستشعر ده اداؤه كويس من حيث الدقه والسرعه بتاعته. كمان التليفون بيدعم خاصيه الفيس انلوك علشان تقدر تفتح التليفون بتاعك باستخدام بصمه وراجل الفيس اي دي، واللي بتشتغل بشكل مقبول من حيث دقتها او سرعتها. وبرضه من المميزات المحترمه اللي موجوده في الموبايل ده انه بيجي بسماعات ستيريو، والسماعات دي صوتها كويس جدا من حيث العلو او النقاء بتاعها، وهتقدر بالسماعات دي مع الشاشه الكبيره الكامله اللي موجوده في الموبايل انك تاخد تجربه مالتي ميديا هتعجبك جدا. التليفون بيجي بمستشعرات التقارب والتسارع والضوء المحيط والبوصله، والجي بي اس اللي في الجهاز ده كويس من حيث الدقه او السرعه بتاعته. كمان التليفون موجود فيه راديو اف ام وبيدعم تركيب وصلات الاوتو جي. ولكن بقى التليفون ما فيهوش مستشعر جيروسكوب ولا مستشعر NFC ولا مستشعر IR
وكمان التليفون مقاوم للغبار والقطرات المياه الخفيفة، وده بشهادة IP53، وبيجي بإصدار بلوتوث 5.2. الموبايل بيجي بأربع ألوان، أسود وأبيض وأزرق وذهبي، وعلبة التليفون بيجي فيها شاحن وسلك توصيل USB Type-C وجراب للموبايل وسماعات هاند فري، وده ببوز درج الشريحة والضمان وكتاب التعليمات. وسعر البيع بتاع الموبايل لسه ما تمش الإعلان عنه بشكل رسمي، ولكنه هيكون في حدود $145. أول ما التليفون يكون متاح للبيع في السوق هسيب لكم لينكات الشراء تحت في صندوق الوصف علشان اللي حابب يشتري التليفون ده. السبارك 20 من تكنو بيتميز عن النسخة اللي قبله السبارك 10 إنه بيجي بمعالج أقوى بفرق ملحوظ، وكمان بكاميرا سيلفي أفضل وأقوى بكتير. غير كده باقي المواصفات هي تقريبا ما فيهاش أي اختلاف، وكمان بنفس السعر أو أرخص شوية، وده بالتالي هيخلي التليفون يكمل مسيرة النجاح بقوة، وهيعمل مبيعات كويسة جدا برضه، وهيكون من أفضل الاختيارات قدامك دلوقتي في الفئة الاقتصادية. وطبعا احب اشوف ارائكم وانطباعكم عن التليفون ده في التعليقات اسفل الفيديو. في نهايه الحلقه بشكر كل واحد شاف الفيديو للنهايه، وطبعا ما تنساش اللايك والشير، ولو ده المره تشوفني فيا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان تكون اول واحد يشوف الحلقات الجديده. واشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.